تجديد عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك. بالأمس القريب تم التوقيع مع اعتذار اللاعب لجماهير نادي الزمالك بعد أن المشكلة التي عقبت مباراة زد اللي أعلن عنها مجلس الإدارة إن اللعيب خرج من المعسكر وكان بيسهر للأسف يعني، وكان معاه 2 لعيبة هما مصطفى الزناري ومحمد صبحي. المجلس الإدارة قرر بمجرد إن فتوح خلاص هيجدد عقده مع الزمالك إن هو نادي الزمالك المجلس الإدارة يعفو عنه ويرجعه التدريبات ويرجع وكأن شيء لم يحدث. ودي سقطة تاريخية ونقطة سوداء في تاريخ هذا المجلس، وأنا ضد إن حد يبقى يعمل هذا الفعل وبعد ما أنت رسيت مبادئ وإن أنت مفيش حد فوق نادي الزمالك كسرت كل ده، إن أنت تعامل عقد لأحمد فتوح وإن أنت ترجعه تاني الملعب. طب انت بقى مشكلتك ايه مع محمد صبحي ومصطفى الزناري؟ طب ما تعمل لهم برضه، هم كمان عايز يعاد